أهلا وسهلا بكم. نحن اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سعداء أن نكون متواجدين على الأرض في منطقة قلعة المضيق. C'est un convoi conjoint des Nations Unies, de la Syrian Arab Red Crescent et du Comité international de la Croix-Rouge. وهي قافلة مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة. Nous sommes venus ici avec Karim, qui est le chef de notre bureau à Homs et Hama. واحنا بنعرف على نفسنا. أنا كريم محمود، مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة حمص ومحافظة حما. Et moi-même qui viens de Damas et qui suis l'adjoint de la délégation du comité en Syrie. وروبرتو هو نائب رئيس البعثة في الجمهورية السورية. Voilà, alors pour pouvoir rentrer ici, bien sûr, nous avons dû avoir l'accord des deux parties, ce que nous avons obtenu après des négociations. Et les garanties de sécurité ont été effectivement données de part et d'autre. وحتى نتمكن من الدخول إلى قلعة المضيق حصلنا على الموافقات الأمنية من كلا الطرفين، من الطرف المسيطر في قلعة المضيق ومن الطرف الآخر من الحكومة. المواد التي دخلت مع القافلة هي سلات غذائية، مواد غذائية ومواد غير غذائية، مواد طبية سوف يتم توزيعها على المستوصفات الصحية وعلى عيادات الموجودة في المنطقة في قلعة المضيق، وأيضا هي مواد خاصة بإعادة تأهيل مشاريع المياه والإصحاح. طبعا الأعداد بالتفاصيل 6400 سلة غذائية، وأيضا نفس الأعداد يمكن أن تجدوها مع القسم الطبي. عامة المساعدات سوف تكفي لأكثر من 30,000 عائلة موجودة في المنطقة. كان التعاون جيد جدا، وكما قال هو يكرر أنه بدون هذا التعاون المثمر والجيد لم نكن لنتمكن من الدخول إلى قلعة المضيق. التعاون كان يكرر مرة ثانية، التعاون كان هنا مع الإخوة وكان أيضا مع الجانب الآخر مع الحكومة السورية. طيب، بالنسبة للأمور التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، Quels sont les sujets qui ont été discutés à l'intérieur? Ce sont des sujets humanitaires. Comme vous le savez, c'est la première fois qu'on vient ici. Notre souhait, c'est de venir plus souvent. Notre souhait, c'est de pouvoir accéder à toute la population syrienne qui souffre de ce conflit depuis déjà plus de 5 ans. Et pour nous, c'est un pas en avant aujourd'hui de pouvoir aussi commencer à travailler dans ces régions. Donc on a beaucoup discuté sur des thèmes humanitaires. تم التشاور في الوضع الإنساني العام في المنطقة، تم التشاور في آلية وكيفية الدخول إلى المنطقة، تم التشاور مع الفرق المختلفة التابعة للجنة الدولية في آلية التعاون مع الإدارات المختلفة، سواء إدارة المياه أو إدارة الكهرباء أو الجانب الإغاثي. وكان الاجتماع مثمر جدا ويعني مليء بالنقاط الإيجابية. نحن نقوم بالتنسيق وترتيب دخول القافلة الغذائية إلى منطقة سهل الغاب وجبل شعشبو، طبعا بالتعاون مع الجهة الداعمة للقافلة، الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، حيث الآن نقوم يعني تنزيل القافلة في المستودعات، ليتم إن شاء الله غدا في اليوم التالي البدء بتوزيع القافلة على المستحقين في المنطقة المذكورة.